مرحبا بكم. زي ما عودناكم في كل حلقة إننا بنحاول نسلط الضوء على رواد المسرح والرموز الفنية اللي مش واخدة حقها من الشهرة والتقدير. أهلا بكم. الشخصية اللي هنتكلم عنها النهاردة ما أعتقدش إن حد يعرفها أو قليلين قوي اللي هيعرفوها، لأنه كان مقل في نشاطه وأعماله السينمائية بالمقارنة بنشاطه المسرحي. هو أحد رواد المسرح المصري. شخصية اليوم هو الرائد المسرحي الفنان أحمد علام. أفكركم بيه، هو اللي قام بدور التاجر الشاب باهر في فيلم وداد مع كوكب الشرق أم كلثوم عام 1935. هو أيضا اللي قام بدور الحاج صابر والد الفنان محمد فوزي في فيلم ثورة في المدينة عام 1955. وأخيرا هو أفندينا الأمير إسماعيل في فيلم رد قلبي عام 1957. متهيألي كده نبقى افتكرنا مين هو أحمد علام. أحمد علام اتولد سنة 1899 في قرية سندبيس مركز أليوب محافظة القليوبية. والده هو محمد مصطفى علام عمدة القرية، وكان مفترض إن أحمد علام يتولى عمودية القرية من بعد والده، لكن حياته أخذت مسار مختلف تماما عن اللي والده كان بيحلم بيه. أحمد علام مش بس ضحى بالعمودية، لأ، ده كمان ضحى بوظيفته في وزارة الحقانية. ما أنا نسيت أقول لكم إنه بعد أن أنهى دراسته الثانوية التحق بالعمل في وزارة الحقانية اللي هي وزارة العدل حاليا، لكن حب الفن استهواه وتملكه وخلاه يستقيل من العمل الحكومي ويسعى للانضمام إلى أحد الفرق المسرحية اللي كانت موجودة وقتها. في البداية انضم إلى فرقة عبد الرحمن رشدي، ثم عمل مع يوسف وهبي في فرقة رمسيس، وبعدها فرقة فاطمة رشدي، إلى أن ساهم بدور كبير هو وزملائه الفنانين في تأسيس الفرقة القومية اللي هي المسرح القومي حاليا. وبالإضافة لهذا عمل أحمد علام مدربا ومخرجا للمسرح المدرسي والجامعي، وكان من أبرز تلامذته وقتها الفنان الكبير فاخر فاخر والد الفنانة هالة فاخر. أصدر أيضا مجلة للفنون، ويرجع إليه الفضل في تأسيس أول نقابة للممثلين اللي تحول اسمها فيما بعد إلى نقابة المهن التمثيلية. وبالنسبة لأدواره في المسرح، قام أحمد علام بدور مارك أنطونيو في المسرحية التي تحمل نفس الاسم، ومسرحية عنترة بن شداد، ومسرحية دموع إبليس، وغيرها من الأعمال البارزة. أما في السينما فقد تعمد المخرجين أن يسندوا إليه دور الأرستقراطي الثري المتعجرف مثل ما ظهر في فيلم رد قلبي. وبالنسبة للموسيقى المصاحبة لهذه الحلقة فهي قصيدة سجى الليل اللي غناها الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم يوم سعيد عام 1939. صوتا فقط، بينما الأداء التمثيلي كان لأحمد علام، أي بطريقة الدوبلاج. ونظرا لعطائه الكبير ومسيرته الفنية الحافلة فقد كرمه الرئيس جمال عبد الناصر في عيد العلم بأن منحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1960. وللأسف أصيب الفنان أحمد علام بانفصال شبكي في عينيه اضطره للسفر للعلاج في ألمانيا، وعاد ولكنه كان قد فقد بصره بصفة نهائية. وفي سبتمبر عام 1962 لقى الفنان الكبير أحمد علام ربه، وفقدت مصر رمزا وعلما كبيرا من أعلام المسرح المصري. أعزائي، ألقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب والشير والكومنت. شكرا لكم. إذا طاف قلبي
حولها جن شوقه كذلك يطفي الغل سلما أهل العذب